السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جبت لكم بقى سيرم تحفه تحفه تحفه. على فكره السيرم مهم جدا، لازم نستخدموه لبشرتنا، وخاصه السيرم اللي هو بيكون بفيتامين سي. السيرم اللي انا هقول لكم عليه دوت اولا سريع الامتصاص، بيتشال كده من على البشره بسرعه، او البشره بتمتصه بسرعه، بيخلي البشره مشدوده، بيعالج جفاف البشره، بيخلي شكلها صحي، وبيساعد كمان على التفتيح، وبيدي نضاره جباره 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 للبشره. السيرم اللي هقول لكم عليه دوت فيه الهيرولونيك اسيد، ده بيخلي ملمسها حلو قوي. وطبعا عارفين دوت مهم جدا في تحفيز علاج الخطوط الرفيعه والتجاعيد، وبيساعد على توحيد لون البشره. بس على فكره هو مش الاساس بتاعه، او مش الغرض منه اللي هو يوحد البقع اللي هي بتكون جامده، لا هو اصلا معمول علشان النضاره، عشان بشرتك تبقى حيويه. وفي بقى كمان اللي هو الريتينول دوت بيحفز الكولاجين المسؤول عن التجاعيد، وناس كتير بتدور على الماده ديت في سيرم كتير ومش بتلاقيها بسهوله. وفي كمان اليوريا، وفي بانسينول، كل دوت بيغذي وبيرطب البشره. وطبعا في اهم حاجه اللي احنا بندور عليها دايما اللي هو فيتامين سي وخلاصه العرقسوس، وفي كمان فيتامين اي. وبيحتوي كمان على ماده الكافيين اللي هو بيحفز الدوره الدمويه، وخاصه حوالين كمان العين، وبيقلل الالتهابات السوداء، الهالات السوداء. فخلي بالك انت ممكن كمان تستخدميه حوالين منطقه العين. السيرم اللي هو سيليت، سيرم تحفه 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 يا بنات، هاتيه وانتي مغمضه عينيكي مش هتندمي، مناسب لجميع انواع البشره. وفي كمان على فكره مستخلص الكافيار، وده بيقلل من الانتفاخات والخطوط الرفيعه اللي موجوده برده حوالين العين. عايزه اقول لكم على حاجه الاول، السيرم عشان تستخدميه صح حاولي دايما ان انتي تخليه في مكان مظلم، مكان ضلمه، وكمان تخليه في مكان بارد. يعني مثلا ما تحطوش في مكان قريب من المطبخ او في الحمام، الاماكن اللي هي بتكون فيها الحراره عاليه. السيرم اعرفي ان انت بتستخدميه 6 شهور بس من فتحه. يعني حتى مثلا نفرض السيرم انا جايباه مكتوب عليه الاكسباير بتاعه لحد 2027، لحد 2027. طيب لكن انا فتحته دلوقتي، ما اقولش بقى ده قاعد معايا كمان 2 3، لا، هو مجرد ما تفتحيه 6 شهور. بتستخدميه ازاي بقى؟ اولا يكون على بشره نظيفه، تكوني حطيتي غسول، وكمان تكوني ما تنشفيش بقى وشك كمان من الميه الجامد. يعني حاولي تخلي ان وشك رطب، اللي هو ميه، مش لازم اي حاجه تحطيها مرطبه للبشره، تكون مبلوله بس. وبعدين هتاخدي السيرم اهو، وهتحطي كده اهو. بصوا انا قربت اخلصه اصلا، انا مش عارفه هو مش باين اهو، بصوا شايفينه فاضي. بتحطي كده اهو نقط بقى زي ديت، هتوزعيها على البشره كلها، وبايدك كده تخلي البشره تشربه. تحفه 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 يا بنات، مهما اقول لكم على جماله يعني مش هتتخيلوا، بصراحه رائع. هتوزعيها بقى بشكل متساوي على البشره كلها. حقيقي هيخلي بشرتك نضره ورطبه وجميله جدا. كده الفيديو معانا يبقى انتهى. اتمنى ان انتي تعملي لايك وتشتركي في القناه وتستنيني في الفيديو دي.